السلام عليكم خوتي، ان شاء الله بكم بخير. معكم خوكم كمال دائما من قناه بلان ديزاين. لا فيديو تاع اليوم خوتي راح نتكلموا على ناس مستغالين خوتي. الخبر اللي جانا من صفحه ناس مستغالين راح تلاقوا الرابط تاعها في صندوق الوصف كما العاده خوتي باش تتاكدوا من المصدر. فلهذا خوتي برك حبيت نشير لكم واحد النقطه اللي هي مهمه كثير. انا في الفيديو هذا قلت لكم بلي خبر عنده ساعه، داكور. انا ملي صورت كان عنده ساعه، لكن الفيديو هذا ما حطيتوش لغالب ظروف، فلهذا حبيت نشاركها برك باش الناس يكون على بالها. الفيديو هذا خاوتي راه عنده لحد الان واحد اليومين ولا 3 ايام ملي صورته، داكور. غير باش يكون في بالكم يعني مازالو جديد، والناس مستغالين باش يشوفوا الفيديو هذا، وان شاء الله يا ربي يفرحكم. خاوتي ما بقى لي نقول لكم دائما دعمونا باللايك خاوتي، الدعم تاعكم يهمنا بزاف، واللي ماشي مشترك اشترك في القناه، وكاش جديد خاوتي باذن الله توجور غادي تتلاقوا هنايا. فلهذا بلا ما نطول الفيديو خاوتي خلونا نروح نشوفوا الفيديو. كيما راكم تشوفوا خاوتي الخبر جانا من ولاية مستغاليم خاوتي. الخبر هذا عنده ساعة من الصفحة الرسمية تاع الفيسبوك خاوتي لولاية مستغاليم. الخبر هذا خاوتي واش يقول؟ اجتماع هام لتوزيع 1488 مسكن جديد بولاية تدريجيا، يعني التوزيع راح يكون تدريجيا. واش يقول المقال هذا خاوتي؟ ترأس عشية اليوم والي الولاية السيد عيسى بولحية اجتماع عمل خصص لدراسة عمليات التوزيع سكنات فيما يخص صيغة الاجتماعي العمومي LPL، هي LPL نورمالمون هما دايرين LPL، والسكن الهش، وهذا بحضور أمين العام للولاية وكل المدراء المعنيين بالقطاع. المدراء خاوتي المعنيين بالقطاع أحدهما شكون؟ السكن، المدراء تاع السكن، الديوان، الترقية والتسيير العقاري، التعمير والبناء، سونالغاز، الإدارة المحلية والشؤون العامة، وكل من رؤساء الدوائر مستغاليم، حاسم الماماش وسيدي الأخضر. في البداية خاوتي قال لك تمت مناقشة المشاريع السكنية التي تشرف على الانتهاء وعملية التهيئة الخارجية وإيصالها بمختلف الشبكات من الغاز والكهرباء والماء لتسليمها، وبعدها تطرق السيد الوالي لكل دائرة على حدة. بعد المناقشات تقرر خاوتي ما يلي: بدائرة سيدي الأخضر بلدية بن عبد الملك رمضان أعطى السيد الوالي تعليمات باستدعاء المثبتين في القائمة وعددهم 65 من أصل 100 مستفيد لدفع المستحقات. في قائمة المستفيدين من 177 مسكن بسيدي الأخضر أعطى الوالي تعليمات باستكمال السكنات في غضون شهر مع بعث قائمة المستفيدين إلى المديرية سونالغاز والمياه لبداية تحضير العدادات تحسبا لعمليات الإسكان. بدائرة حاسم ماماش أعطى الوالي تعليمات لتحضير المعدات اللازمة والإمكانيات لترحيل الحي القصديري برايس وهدم السكنات القصديرية نهائيا، بحيث سيكون آخر حي قصديري داخل النسيج العمراني يستفيد من عمليات الترحيل. وفي هذا الشأن أعطى الوالي تعليمات بمتابعة أي تحركات لخلق مثل هكذا أحياء قصديرية تشوه المدينة. أعطى السيد الوالي تعليمات صارمة للرئيس دائرة للشروع في إحصائيات حي العرصة والتحقيق من القوائم لإسكانهم في أقرب وقت وإزالة كل العمارات الهشة. الشروع في إحصاء وضبط قائمة المعنيين بسكن الهش بإحياء ريزانافيل وحي جول لتأكد من الملكية وإجراء تحقيق، وبعدها تبرمج للإسكان، بحيث ستشرع اللجان المختصة لتنقل الأحياء المذكورة ابتداء من الأسبوع القادم تحت إشراف الرئيس الدائرة. هادو يجي عندهم اللجان الأحياء هادو خاوتي ريزانافيل وحي سانجول، حي سانجول هادو غادي يجوا عندهم اللجان. استدعاء المستفيدين من السكن الاجتماعي LPL ضمن القائمة المفرج عنها 482 مستفيد ببلدية مستغاليم. للإشارة فقط تم إقصاء 56 مستفيد بعد دراسة الطعون من طرف اللجنة المختصة، ولهذا يبقى 414 مستفيد سيتم استدعائهم تدريجيا لدفع المستحقات ابتداء من يوم الأحد المقبل. تفعيل لجنة الدائرة للشروع للتحقيق الميداني وضبط قائمة جديدة للسكن الاجتماعي LPL ببلدية مستغاليم. وهذا خلال الاجتماع أعطى السيد الوالي عدة توجيهات وتعليمات بخصوص السكنات المزعم توزيعها، والمقدر عددها ب 1488 مسكنا للقضاء على السكن الهش بالولاية والتكفل بالسكن الاجتماعي. كما أكد السيد الوالي ولاية
على ضرورة ضبط المواعيد مع مؤسسات الإنجاز لتسليم السكنات في وقتها المحدد، وعلى أنه يتابع الورشات دوريا، وهذا قصد توفير للسكنات اللائقة للمواطنين. هذا هو خوتي عيسى بولحيا والي ولاية باتنا. هذا هو الخبر خاوتي اللي يخص الناس مستغالين. ان شاء الله يا ربي يكون فرحكم هذا الخبر، ان شاء الله يا ربي كذلك يفرح الناس اللي مغبونين، والعقوبه خاوتي اللي مازال ما داوش. وهنا خاوتي نبقى نقول لكم ما تنسوناش خاوتي باللايك قدام في الاشتراك باش نبقوا دائما نقدم لكم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.